في لندن تشاجر سني وشيعي وتعاركا بالأيدي، وهدد كل منهما الآخر بالقتل، فاعتقلتهما الشرطة على الفور. وبعد التحقيق أحيلا إلى القاضي ليقول كلمته فيهما، سجنا أو حتى ترحيلا من البلاد إن رأى ذلك. في قاعة المحكمة سألهما القاضي عن سبب المشاجرة، فكان الجواب أن خلافا نشب بينهما حول أحداث تتعلق بالإمام الحسن ومعاوية. فقال القاضي للشرطة: أحضروا لي الحسن ومعاوية. فتدخل السني والشيعي وشرحا للقاضي أن الحسن ومعاوية رحلا عن الدنيا قبل أكثر من 1400 عام. هنا حدق القاضي بعطف في عيون المتهمين ونطق بالحكم: باسم السلطات القضائية الممنوحة لي من جلالة الملك وباسم شعب بريطانيا العظمى، أوصي بإحالة الرجلين إلى مستشفى الأمراض العقلية.